زغوركمن مغبركنن سلامتان كبرن نتوم نهلاوي حران دولاويتن هاجر هيوتوم بجيوم كون زغورو جغانو سماعتات حزب إرترا عوشتن وسعين بقنياتو نزعز استعلت أمعرقو نزخرن كبرن سماعتاتو زودبو زتفلاليه مسنادوتات قعزو مبراه طواف بزينا زفنو رزين ترجمن ملختاتن زحاقفة مدوات قلاسي زي دلي مجلسي يمو سلاتي إن حدثه زحيلن مبسعة مسجانا أبزي عزوز قاطامي حابيرومنا خصاتفو أمونغونا نزركوبو أعرختنا روانداويان دحان مساقوم نابلكو ناتي مداركت زي بلو هلكيت ساقيرو هاقرو زحان زرلو هزبي رواندا سناي من نيوت كمتي أما خطي أنصار بدلتي زرعنايو أبنتاو محزنت أما ساي قعزو هنساتون منقستن حزبن إرترا أما بسعا خمز اللو دقيمة الرقاقس سمعتاتنا قبل علتي كور هيوتهم سويهم كون زقورو بسوء لما بابنتاونتهم زورسونا نحين صنعتن وفينتن أبز حلف عمتاتن ستهاجر كساب كندي بالدهوتات مكيتنا زدمعو لمعتاو مدباتنا كان السلاسل كم زخالنا زنقع يكونن زي كعال يلن زي صور يلن زي حلف يلن كنبل ندفر سمعتاتنا زي كعال زمسل سلدخالو زي صور زمسل سلتصورو زي حلف زمسل سجيروم بتجباتي أبنت سلزمهاروناي سمعتاتنا بأمان كنخبر كينو زخرم معراق نتا برهات أمن دمومن ذرويوا مريت كان المعين كنهندسن كابتي أبزن زحلف عسران كلتن عمتات بقبري زي مسكرنا يو بزحيلة نحن صنعتن وفينتن سريحنان أفرينان سماعتاتنا أجنع نبل جاكانو سماعتاتنا يتحبنو عوضنا حفاج المحترمون والمحترمات، التحية والإجلال للشهداء الأبطال الذين جسدوا عبر التضحية بأرواحهم استقلال وسيادة الوطن. بما أن الفعاليات الكثيرة التي يقوم بها الشعب الأريتري في الداخل والخارج خلال هذه الأيام للارتقاء بهذا اليوم العزيز والتجهيزات التي نظمها لذكرى الشهداء وإجلالهم عبر مسيرات الشموع والبرامج الإعلامية القيمة التي تحمل رسائل ذات معاني رزينة معبرة عن نفسها وليست بحاجة للشرح، أشيد بالتفاني الذي يتعزز من حين لآخر ويعزز التزامنا للوفاء بعهدنا. في هذه المناسبة العزيزة أرحب بأصدقائنا الروانديين الذين يشاركوننا هذه المناسبة، وأعبر عن تمنياتي الطيبة للشعب الرواندي في جهوده لبناء الوطن بعد أن تجاوز المجازر التي لا يوجد لها مثيل. وبمثل الصداقة المثالية التي أبرزناها في نضالنا ضد الظلم،
أؤكد بأن الحكومة الأريترية والشعب الأريتري متمسكون بعهدهم للشهداء في مسيرة بناء الوطن. إن شهداءنا وإضافة إلى الهدف المقدس الذي جسدوه عبر التضحية بأنفسهم، فإن الإصرار والصمود والتفاني اللذين أورثوهم لنا بقدوتهم لا يمكن تجاهله، لأنه مكننا خلال الأعوام الماضية من بناء الوطن ومن تجاوز التحديات والقيام بالعديد من البرامج التنموية. ويمكننا التجرؤ بالقول بأن ليس هناك ما لا يقدر عليه، وليس هناك ما يصعب تحمله، وليس هناك ما لا يمكن تجاوزه، لأن شهداءنا تمكنوا مما يصعب تصور إمكانه، وتحملوا ما يبدو صعب التحمل، وتجاوزوا ما كان يبدو صعب التجاوز، ولأنهم علمونا ذلك بأمثلة ملموسة. ولكي نعطي شهداءنا ما يستحقونه من تقدير، وبما يتجاوز الارتقاء بذكراهم، يجب علينا العمل والإنتاج بإصرار وصمود أكبر لتنمية الأرض التي رووها بعرقهم ودمائهم، وبنائها بما يفوق ما أكدناه عملياً خلال الأعوام 22 السابقة من تفان وعمل وجهد. الفخر والمجد لشهدائنا، النصر للجماهير.